البيجا. مقتل أخطر مهرب للبشر في ليبيا، تسبب بمآسي كبيرة. البيجا كان مطلوبا للإنتربول ومشمول بالعقوبات الدولية. في ليبيا التي تشهد توترا أمنيا وسياسيا واقتصاديا في الآونة الأخيرة، اغتال مسلحون مجهولون مساء الأحد آمر الأكاديمية البحرية الليبية عبد الرحمن ميلاد المشهور بالبيجا. عبد الرحمن ارتبط اسمه منذ سنوات بتهريب البشر والنفط، وقتل بعد استهداف سيارته رميا بالرصاص في منطقة صياد غرب العاصمة طرابلس، في حادثة أثارت توترا أمنيا في مدينة الزاوية. البيجا كان ضابطا في خفر السواحل الليبي قبل ترقيته إلى رتبة آمر البحرية الليبية، لكنه واحد من أبرز وأخطر المهربين في ليبيا، خاصة في مدينة الزاوية، حيث اكتسب شهرة واسعة عابرة للحدود الليبية بعد ارتكابها العديد من الانتهاكات بحقل مهاجرين، وتورطه في إغراق مراكبهم في عرض البحر، فضلا عن قيامه بعمليات تهريب النفط. ويتزعم البيجا ميليشيا مسلحة تنشط في منطقة الزاوية، وهو مدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي. وفي الأخير لا تنسى الاشتراك في القناة، وشكرا على المشاهدة. سلام.